ما تيجي ما احكي لكم حكايتي النهارده، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. كان مكسوف قوي وهو قاعد معايا. هو بصراحه اللبس اللي انا كنت لابساه يجنن اي حد. وهو شاب ولسه صغير، عنده حوالي 22 سنه، وواضح قوي انه ملوش في اي حاجه. انا بقى كنت حاطاه في دماغي. انتوا ما عارفين الواحده لما بتبقى متطلقه بقالها فتره بتبقى غير اللي ما اتجوزتش خالص. وانا متطلقه من 4 سنين، مع اني انا وجوزي كنا بنحب بعض قوي. بس لما عدى 4 سنين وما حصلش حمل واتضح انه العيب مني انا، اهله ابتدوا يلعبوا في دماغه. ايه اللي بيخليك تكمل حياتك مع واحدة زي دي مش بتخلف؟ وبدأت المشاكل لحد ما اتطلقنا. ومن يومها وانا قاعدة مع ماما. ما هو انا ماليش غيرها دلوقتي، وبعد ما والدي مات واخويا الوحيد مسافر وبيقعد بال5 سنين محدش بيشوفه، وماما ست كبيرة وصحتها على قدها، وكل مناها في الدنيا ان هي تشوفني متجوزة، ودايما بتقولي يا بنتي انا نفسي اشوفك في بيت جوزك علشان ابقى مطمنة عليكي. انت دلوقتي عديتي ال35 سنة، وكمان موضوع الخلفة ده لازم تقبلي بأي عريس مهما كانت ظروفه. اهو ضل راجل ولا ضل حيط. وكانت بتقولي كده علشان اتقدم لي كذا واحد وانا رفضت. وانا قلت لها انا نفسي اتجوز، لكن مش معنى كده ان انا اتجوز واحد وخلاص، او واحد يكون عنده 65 سنة وصحته تكون تعبانة علشان انا اشتغل له ممرضة، او واحد تاني ارمل وعنده 5 عيال واشتغل له خدام هو وعياله. انا لسه في عز شبابي وكمان جميلة وعايزة اعيش حياتي واتمتع بيها. مش معنى اني انا متطلقة ادي بقيت حياتي خدامة وارضى باي حاجة وخلاص. المهم من يوم ما اتطلقت وعشت معاها في شقتها، شفت ابن الجيران يا لهوي عليه، ولد زي العسل. هو أيوة أنا أكبر منه بكتير، بس من أول ما شفته هو دخل دماغي. هو لسه في الكلية وسنه ما يزيدش عن 21 سنة، بس مش عارفة ايه اللي حصل لي من ساعة ما شفته. دخل قلبي ومزاجي من أول لحظة، لدرجة إني أنا بدأت أحلم بيه وهو معايا. كانت شقتهم قصاد شقة ماما، يعني الباب في وش الباب زي ما بيقولوا كده، وكنت بتحجج بأي حجة وخلاص علشان أشوف. لدرجة إني أنا راقبت كل تحركاته، وفي الأوقات اللي أنا كنت عارفة ممكن يخرج فيها أراقبه من العين بتاعة الباب. وأول ما أشوفه خارج بعمل نفسي مثلا بطلع كيس الزبالة أو أي حاجة، المهم إن أنا أشوفه. وكمان ببقى عايزة يشوفني وأنا مظبطة نفسي، يعني علشان ألفت نظره وكده. وخصوصا إني أنا زي ما قلتلكم جميلة جدا وما فيهاش غلطة. بس المشكلة إن هو بيتكسف، وكان لما يشوفني يدوب يرمي السلام من بعيد وينزل على السريع كده، وبيلف وشه الناحية التانية وكأنه بيتكهرب لما بيشوفني. بس كانت ردة فعله دي كانت بتعجبني أكتر، وكنت بتشدله أكتر وأحطه في دماغي أكتر. وقت تقيل كده، وكنت بحس بتحدي جوايا إني هوقعه، يعني هوقعه. واتطورت الحكاية معايا لدرجة إني أنا بقيت مجنونة فيه ومش ببطل تفكير فيه طول الوقت. وأنا كده كده حالتي كانت صعبة أوي، وبالفترة الأخيرة ما عدتش ببطل فرجة على الأفلام وأتخيل نفسي مكان الممثلة وابن الجيران معايا، وأفضل كده لحد ما ارتاح. بس الحقيقة ما كنتش برتاح ولا حاجة، بالعكس كنت بحس إن أنا بتعب أكتر. المهم كنت محتاجة حاجة أخلي ابن الجيران يجي عندنا الشقة بأي طريقة. ما أنا متأكدة لو عرفت إني أنا أجيبه وقعدنا مع بعض الحكاية تختلف تماما. إنما صباح الخير ومساء الخير على السلم دي ولا هتقدم ولا هتأخر. بس هعمل إيه؟ فجات لي فكرة إني أعمل أي حاجة على الريسيفر وأخلي القنوات ما تجيش، وألمحه في أي وقت وهو خارج أو راجع عندها عليه، بحجة يعني إن هو يشغل لي التلفزيون ويشغل لي الريسيفر. وفعلا شديت السلك من الريسيفر وسبته متعلق إن القنوات ما تجيش. وبعدها بشوية لمحته وهو راجع من الكلية وأنا واقفة في الشباك واستنيته على السلم. قلت له بعد إذنك ممكن تساعدني؟ قال لي تحت أمرك. قلت له مش عارفة، بس جيت أفتح التلفزيون لقيت القنوات مش بتيجي، ممكن تيجي تشوفها لي؟ قال لي طبعا، ودخل علشان يشوف لي التلفزيون. ووقتها أنا كنت مروقة نفسي على الآخر. وفي الوقت ده كانت ماما نايمة زي ما قلت لكم،
هي تعبانة وكانت بتنام كتير. المهم شاف السلك وعمل لي القنوات واشتغل، وقال لي كده تمام، استأذنك انا بقى. قلت له لا، تيجي ازاي بقى تروح كده من غير ما تشرب حاجة؟ قال لي معلش خليها مرة تانية. قلت له لا والله ولا يمكن، هو انت بخير ولا ايه؟ لحظة واحدة بس اعمل كوبايتين شاي، ولا انت مش عايز تقعد معايا؟ قال لي لا الموضوع مش كده خالص، بالعكس. بصراحة عجبتني أوي كلمة بالعكس. وبعدها قلت له بدلع كده طب خلاص، لحظة واحدة وجايالك. ورحت حطيت شوية أحمر على خدودي وتقلت الروش حبتين وعملت شاي وخرجت. وأول ما شافني اتكهرب وحط وشه في الأرض كالعادة. المهم قعدت جنبه وقلت له مالك، هو أنت مكسوف ولا إيه؟ قال لي بصوت واطي كده لا مش مكسوف ولا حاجة. قلت له مالك مش بتبصي ناحيتي ليه؟ قال لي بصراحة أنت جميلة أوي. وبعدها ضحكت بصوت عالي. قلت له هو أنت مش بتحب الجمال ولا إيه؟ قال لي لا بالعكس. وساعتها رحت جنبه أكتر. قلت له طيب اشرب الشاي، ممكن تديني رقم تليفونك علشان لو احتجت أي حاجة، ولا أنت عندك مانع؟ قال لي لا طبعا اتفضلي ما عنديش مانع. وقلت أسيبه يومها، وكمان هو كان متوتر قوي. وبعدها بيومين اتصلت بيه. من أول لحظة حسيت إن هو كان مستني المكالمة. وقال لي أنا كنت مستني اتصالك ده على نار. قلت له خلاص تمام، تعرف تعدي عليا بالليل نشرب حاجة مع بعض؟ قال لي طبعا جاي. قلت له خلاص بعد الساعة 10 أمي بتنام ومش بتصحى إلا الفجر. وفعلا على الساعة 10 رن عليا وفتحت الباب ودخل. وعلى طول أخدت على أوضتي. قال لي انتي مودياني على فين؟ قلت له هنقعد في أوضتي أحسن علشان نبقى براحتنا. وطبعا كنت على سنجة 10 وانت عروسة ليلة دخلتها. بالرغم من أنه هو كان متوتر في الأول حبتين، بس أنا عرفت أخليه يفك على الآخر. وطلع ولد إيه ما أقولكوش، وعارف كل حاجة. وطلع ولد شاي قوي وعارف كل حاجة. وقضينا مع بعض أحلى ليلة. أنا بجد كنت مشتاقة لحاجة زي كده من زمان. ما خلاص أنا اتعودت عليه في حياتي، وقررت إني أنا مش هتجوز وكفاية عليا هو. أي نعم هو مستحيل إن هو يتجوزني في يوم من الأيام، لأنه أهله مش ممكن يوافق إن ابنهم يتجوز واحدة مطلقة وكمان أكبر منه بكتير. بس أنا حبيته، وكفاية عليا الوقت الجميل اللي بنقضيه مع بعض. وأنا متأكدة إن هو كمان بيحبني وما يقدرش يستغنى عني مهما حصل. وعدت الأيام وفضلنا على الحال ده حوالي 4 سنين، وكانت أجمل أيام في حياتي. بس في يوم لقيته بيقول لي إن هو يخطب بنت خالته. وطبعا وقتها أنا كنت حاسة إن أنا هتجنن. قلت له طيب وأنا؟ قال لي أعمل إيه غصب عني. أمه تقريبا حست إن في بينا حاجة، وغير كده كمان هي عايزة تجوزني. هي عايزة هي عايزة تجوزني بنت خالتها. هي عايزة تجوزني بنت أختها من زمان، وأنا خلصت الكلية واشتغلت، وهي مصرة وهي مصرة إن أنا أتجوز. قلت له طيب وأنت هتسيبني؟ قال لي لا طبعا علاقتنا هتفضل زي ما هي، بس أنا ما أقدرش أرفض، ده أمي كانت تموت فيها. وفعلا هو خطب، وبعدها بدل ما كان بيجيلي في الأسبوع 3 أو 4 مرات بقيت يدوب بشوفه مرة واحدة بس. وبيقولي إن هو مشغول اليومين دول علشان تجهيزات الفرح وكده. وأنا كنت بتقطع من جوايا كل ما افتكر إن هو هيتجوز واحدة تانية. وطبعا هي شبه يعني واحدة لسه صغيرة في السن. وعدت الأيام متجوز وهو دلوقتي متجوز بقاله حوالي 7 شهور. ومن بعد ما اتجوز وسكن بعيد عني ما شفتهوش بعدها إلا مرتين، وآخر مرة كانت من 3 شهور. أنا حاسة إن هو وحشني أوي. ومن يوم ما اتجوز كل ما افتكر إن هو مع واحدة تانية بحس بنار بتاكل فيا، ورجعت تاني لوحدة أكتر من الأول بكتير. وهنا بتكون خلصت حكايتنا. ولو عجبتكم حكايتنا النهاردة ما تنسوش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة.